الله. سير شوف كدير بخير. الله يحفظك. ومال هاد العصابة. وانت تشوف اخويا احنا حاربين منهم ويحطوا علينا. الماك بارك الله فيك. سير مع راس خولي ذاك مشرف. الله يرضاك.
السلام عليكم المتابعين والمتابعات ديال القناة ديالي على اليوتيوب. مرحبا بكم واحد الفيديو خفيف ظريف من بين احضان الطبيعة الخلابة ما كتلاحظوا معايا. يعني جو رائع جدا في البادية، يعني كما كنقولوا في العروبية. الخضرة تبارك الله، الزراع، القمح، الشعير، العدس. كتلاحظوا النبتة ديال العدس، كتلاحظوا كذلك الزقزقة ديال العصافير. صراحة واحد الهدوء جميل، واحد الراحة النفسية، واحد السكينة لا تقدر بثمن. وكاين شوية ديال البرد، اعتذر عن التصوير، كاين شوية ديال البرد. عندنا غروب الشمس، عندنا واحد المنظر رائع جدا، الهدوء والسكينة وراحة البال. هذا الجو هذا يعني مناسب جدا. الناس اللي كيعانيو من القلق والستريس، الجو هذا راهي مناسب اليوم. وهادشي اللي كاين. هاد المنطقة كذلك منطقة ديال الشاوية، منطقة فلاحية، نواحي مدينة سطات. الناس اللي بغاو يعرفوا فين هاد المكان بالضبط، جماعة راس العين، اقليم سطات. منطقة معروفة كما قلت لكم بالفلاحة وتربية المواشي. هادشي اللي كاين. اذا بغيت نتقاسم معكم هاد المناظر الطبيعية الجميلة جدا. شخصيا انا من هواة، يعني من محبي الطبيعة، وكذلك من المحبين ديال البادية المغربية. كنوجد فيها راحتي بزاف. هنايا بعض الدواوير كتلاحظوا، الدواوير هنايا مشاورة. كاين شوية ديال اعتذر. مناظر زوينة بزاف. واحد الجديد، الاخوان والاخوات، الناس اللي متبعيني في اليوتيوب في القناه ديالي، قناه تعليميه نافذتي التعليميه. بالنسبه لي كومونتير راهم حيدهم ليا اليوتيوب، ما عرفتش ديروا ليا المحتوى ديالكم موجه للاطفال. اذا غادي نحيدوا لك الميزه ديال لي كومونتير، مابقاوش عندي. بمعنى راه مابقيتش كنتوصل بالتعليقات ديال المتابعين ديالي. وبهذه المناسبه كنبغي نشكرهم بزاف المتابعين ديالي. ولو ان كما قال اليوتيوب يعني المحتوى عندي تعليمي موجه بالدرجه الاولى للتلاميذ والتلميذات، يعني محتوى تعليمي. ولكن يعني المتابعين ديالي من مختلف الفئات العمريه، يعني اللي كنشوف لي ستاتيستيك ديال القناه. لي ستاتيستيك ديال القناه ملي كنشوف عفوا الفئات العمريه، كنلقى بان الفئات العمريه كتراوح ما بين من 16 عام 17 عام حتى ل 65 عام. هادشي في لي ستاتيستيك. وهاد الميزه يعني راه حيدها ليا اليوتيوب مؤخرا. كنت كنتوصل بالتعليقات ديال المتابعين والمتابعات المشتركين في القناه، وبهذه المناسبه كنشكرهم بزاف. الا بغيت نعطيكم واحد النبذه على القناه ديالي. القناه ديالي يعني بدات في الاول، يعني ما كانش عندي واحد الفكره انني غادي ندير قناه في اليوتيوب، الا في البدايه ديال
البدايه ديال جائحه كورونا، يعني كما كنقولوا في 2000 نقولوا في البدايه ديال 2020 وبالضبط في شهر 3. ولو انني القناه كانت عندي حالها تقريبا فنقول لك واحد 2018 ولا الاواخر ديال 2018، وما كانتش مفعله عندي، يعني دايرها وصافي، ما لايح فيها كما كنقولوا حتى شي فيديو حتى شي محتوى. جات المناسبه ديال في هذيك كورونا، يعني بديت كندير دي فيديو في اطار هذيك السياسه اللي كنعتمدها وزاره التربيه الوطنيه في يعني التعليم عن بعد. تقرر بانه التلامذ والتلميذات غادي يستافدوا من التعليم عن بعد، ومن هنا جاتني الفكره انني نفعل هذيك القناه اللي كنت حليتها من قبل. وهكا جات الفكره ودرت هذه القناه، وكان تفاعل كبير، وخاصه في يعني في هذيك الايامات ديال كورونا. تقريبا عامين كان من 2020 حتى 2022، يعني هذيك العام كان كنت واحد المشاهدات الحمد لله، وكنت يعني وبذلت واحد المجهود كبير بزاف. وخلال هذه المده تعرفت على بزاف ديال الحويجات اللي ما كنتش عارفهم، بحال مثلا ديال ما يخص مثلا المونتاج ديال لي فيديو، التقطاع، انه كيفاش يعني دير المونتاج ديال يعني الناس ديال اليوتيوب والناس اللي عارفين هذا الدومين هذا راه غادي يعرفوا مزيان علاش كندوي. من بعد يعني كانوا التعليقات كما قلت لكم، يعني كان عندي لي كومونتير مفعلين عندي، يعني كنتجاوب وكنشوف كنتواصل مع الناس، ويعني من مختلف البلدان ومن مختلف الفئات العمريه. مؤخرا يعني بحكم انه يعني مشات كورونا، يعني ما بقاتش كورونا وداك الشيء، جا يعني رجعت الحياه للطبيعه ديالها. صافي يعني القناه بديت نستمر فيها، يعني كان فيها واحد العدد ديال المشتركين، راه الا لاحظتوا يعني راه فايته 20,000 مشترك. وانا كنشكرهم بزاف هذوك الناس اللي كانوا كيتبعوا المحتوى ديالي. وديما اي فيديو يعني كيكون واحد التفاعل، ولو انه ما كاينش واحد التفاعل يعني بواحد الحده، يعني وهذا رغم يعني بالمقابل مع بالمجهود، هذاك المجهود اللي كندير. كيكونوا لي لي نومبر ديال المشتركين كيزاد، ويعني الامور كانت غادا مزيان كما قلت لكم حتى مؤخرا. وغادي نشوف لا يحيي الميزه ديال لي كومونتير. علاش؟ لان قال لي المحتوى ديالي موجه نحو الاطفال، وصراحه ما بغيتش انا نضيع هذه القناه هذه، يعني فيها واحد العدد كبير، الالاف ديال المشتركين، ما بغيتش نضيعها، نخلي يعني بغيت نكمل. وحاجه ثانيه انه حتى انا يعني ما بغيتش، كتعرفوا اليوتيوب اون فوا كتغفل ولا واحد المده ما كتبقاش تاكتيفي لاشين ديالك، ما تبقاش تلوح فيها لي فيديو، يعني ما كتبقاش تطلع للمشاهد. حتى انا يعني تهاونت واحد شويه، كنعترف يعني تهاونت شويه على القناه. ما كانت في الاول عندي انه مثلا هذا المحتوى، ما كنتش عارف انا بان هذا المحتوى اللي كندير مثلا راه يقدر يتمونيتيزا وتحقق منه ارباح. يعني تا تلاقيت مع ناس وداك الشيء وقالوا لي شرحوا لي، قالوا ودي راه ممكن انه هذا المجهود اللي كدير وهذه يعني القناه وليت تكسب منها مثلا واحد المدخول. وفعلا يعني اكتيفيت هذيك الميزه ديال مونيتيزاسيون كيقولوا باللغه الفرنسيه. ويعني كنت انا ما ديتش يعني ما كانش عندي اصلا هدف انه غادي مثلا نبقى مبازي على هذاك المدخول، ولا يعني انا الحمد لله في غير العالم، لان كما قلت لكم الفكره في الاول اصلا جات يعني بالتعليم عن بعد اللي كاين. غير الحاجه اللي ما قلت لكم انه ما باغيش انه مثلا هذيك القناه يعني نخليها هكاك،
يعني خاصة أنها عندها واحد اكتسبت واحد العدد كبير ديال المشاهدين، وخاصة يعني من شمال إفريقيا وحتى من دول جنوب الصحراء. هذا هو. وقررت الناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو، قررت أنه واش ممكن يعني نبدل المحتوى. هذه الاولى. علاش؟ لان كما قلت لكم عندي الفئه العمريه كتابعني يعني ناس كبار، ماشي اطفال، وزيدوا المحتوى ديالي يعني ممكن انه يستافدوا حتى الناس اللي عندهم واحد الفئه عمريه كبيره. وكاين اللي كيعجبو يعني بغض النظر على انه مثلا داك المحتوى راه هذا، ولكن كاين اللي كيعجبو هذاك المحتوى كيتفرج فيه كيعجبو بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي كاين كما اي واحد. اذا بغيت كما قلت لكم الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو، اللي يتفرجوا في هذا الفيديو، يعطيونا واحد الفكره، الله يجازيكم بخير، كيف ممكن مثلا نفعل هذه الميزه ديال انه لي كومونتير والتفاعل ديالي يكون مع المشاهدين والمتابعين ديالي. لانني ما بغيت نبدل، ممكن ندير مثلا محتوى اخر بشرط انه يعني المحتوى يكون محتوى هادف بعيد على التفاهه. هادشي اللي كاين. ولو انه مع احتراماتي لبعض المتابعين، بعض الناس اللي يعني عزيزه عليهم التفاهه، وهادشي اللي كنلاحظوه دابا يعني التفاهه ولات غالبه بزاف على المشهد ديال وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، اليوتيوب، تيك توك الى اخره. المهم هذاك الشيء حنا ما كيعمرش لينا راسنا، لان حنا يعني بغينا على داك الشيء. اذا كما قلت لكم الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو اللي يفيدونا، غادي نخلي ان شاء الله الرابط ديال القناه ديالي الثانيه، باش هكا انني يعني يكون عندي هذاك التواصل، يسمح لي انني نتواصل مع المشاهدين. غادي نخلي في هذا الفيديو ان شاء الله من بعد غادي نخلي الرابط ديال القناه الثانيه ديالي، وهي قناه اللي قررت انني غادي نبدا فيها واحد المحتوى اخر. وهذه القناه التعليميه غادي نخليها يعني تستمر دائما، نبدا نلوح فيها دروس تعليميه ديال التلامذ وهادشي اللي كاين. اذا الناس اللي يعني يقدروا يفيدونا في هذه النقطه هذه، يعني كيفاش ممكن انه نرجع هذيك التعليقات والتفاعلات مع المتابعين والمشتركين. وواحد النقطه اخرى، انني راه كنت راسلت اليوتيوب، يعني راسلت اليوتيوب شي 2 مرات في هذه النقطه هذه، ولكن جاوبوني يعني ما تعطلوش واحد يومين وجاوبوني قالوا لي راه هذاك المحتوى ديالك راه إلي كونسي بور لي زونفون، صافي دير انه موجه نحو الاطفال. هادشي اللي كاين. كنشكركم بزاف الناس اللي كيتابعوني، كنشكركم بزاف. والصراحه يعني جاتني هذه الفكره انه ممكن ندير مثلا القناه الثانيه، المتابعين ديالي والمشتركين ديالي يقدروا يمشيو للقناه الثانيه، وان شاء الله غادي يكون واحد محتوى جميل بزاف، وشي حاجه اللي غتفيد الانسان، ماشي شي حاجه ديال التفاهه اللي ما غاديش تعطيك واحد القيمه مضافه. نتمنى ان شاء الله يعني هذا الفيديو يلقى يعني واحد استجابه من الناس اللي شافوه، وبارطاجيو على الاقل، يعني بارطاجيو ويديروا جيم للفيديو باش ممكن تقترح على اكبر عدد من المشاهدين اللي ممكن انهم يفيدونا في هذه النقطه. هادشي اللي كاين، والله يتيسر الامور. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.